كريستيانو رونالدو يتصدر مع العالم برصيد 46 نقطة وبفارق نقطتين عن زملائي رومارينيو الذين ينشدون الصدارة في هذه الأمسية وتحقيق الانتصار في هذه المعركة ومن ثم صدارة الدوري. كل هذه المغريات والمعطيات تجعلنا ننتظر وإياكم ملحمة كروية ممتعة ورائعة. لو تنظرون ما أنظر إليه في ملعب الجوهرة لأصبتم بالكثير من الذهول واستمتعت بأجواء المشجعين. هذا التيف العالمي لنشاهده في مدرجات المونديال، وهذا الحضور أيضا العالمي من أنصار النصر في هذه الأمسية. بالتأكيد أمام هذا الرقم المخيف الكبير أكثر من 3,600,000 مشجع، 600,000 مشجع جماهير الاتحاد منذ موسم 2010 عندما يلعب حضور جماهيري لافت خلف مرمى الحارس نواف العقيل. المباريات التي حكمها في مشوارها الكروي آخرها كان في كأس العالم في مباراة الأرجنتين ضد هولندا. لقد أخرج في تلك المباراة غارسيا أكثر من 17 كبيرة بين الفريقين. غنام يحاول أن يمر وبعد ذلك الكرة تحولت إلى ركنية بذكاء يكسبها سلطان غنام أمام وقدراتكم لاعبي الفريقين. كورنادو الضربة الأولى لكنها صدمت في المارو. أول فرصة أول ضربة لا إلى ضربة مرمى المارو أمام عبد الرزاق أمام حمد الله عبد الرزاق أمامنا الفرصة الأخطر. غريب على تنفيذ ركنية نصراوية عرضية بالراس لكنها دخول داخل منطقة الجزاء لروما وتسديدة لكن بعد يتدخل. يا الله ولع الملعب. اليسار محاولة اتحادية بينية للاتجاه البيشي لكن التغطية قوية. محاولة تسديد كرة مرة أمامية حلوة 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 حلوة. في هذا المكان دائما ما يكون خطير. حمد الله حمد الله حمد الله حطها لكنها بعيدة وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. خطير جدا عبد الرزاق حمد الله عبد الرزاق حمد الله وإن كان لم يستعد كامل مستواه 100%. دي كونان يلعب بينية حلوة خطيرة لغريب وغريب الميل لكن التمريرة تأخرت والتغطية رائعة في اللحظة الأخيرة. مد الله يقطع الطريق بتمرير ذكية إلى البيشي يحاول يمر لكن تغطية وتدخل خطيرة لبيا مسعود داخل منطقة بتمريرة لكنها بعيدة. مرور وعودة إلى بابا مسعود عرضية داخل منطقة خطيرة وبعد ذلك الكرة إلى ضربة مرمى. خطيرة اللقطة الماضية خطيرة اللقطة الماضية وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. المرات القليلة الاتحاديين مورينيو والدفاع تدخل إلى حمد الله خطيرة لكن غريب يحاول يمر غريب يمر والتسديدة وكرة وفرصة. يا إلهي تسلل أخيرا من جانب حكم اللقاء بدا أنه فيها شك على رونالدو في الأصل. على كل حال هجمة استمرت ولم تنتهي بسهولة. يا الله على الفرصة هذه اللقطة اللي يتكلم فيها تسلل على كريستيانو. كورنادو عرضية خطيرة لكن أقرب إلى نوار تمام مران. تسديدة أخرى لك لمسه باتجاه طارق حامد خلف المدافعين خطيره لك عن التمريره خطيره الى ايغور كورنادو تسديده امام مد الله صلايهم عرضيه خطيره بالراس ولكنها مرت في الاخير الى ركنيه نصراويه. ركنيه نصراويه شوفها مره اخرى راسيه رونالدو لمست في خطيرة على مرمى جرويب عرضية خطيرة لكن الحارس الأمير مد الله بكرة عرضية خطيرة. الدفاع تدخل معادو هنا إلى ميرة ذكية خطيرة على اليسار وكرة اتحادية المارو يتدخل على اليسار لبابا مسعود خطيرة اتحادية تدخل في توقيت طارق حامد. محاولة إلى رومارينيو روما مر أمام خطأ لمصلحة الاتحاد طويلة من جانب إيغور أمامية العمري في وتمريرة كورنادو وحمد الله بكرة وكرة وتسديدة. يا إلهي المارو يا جماعة المارو يا جماعة المارو. غونداليف يمنع الاتحاديين من الوصول إلى المرمى. عند النصر حارسين وليس واحد. حاول البحث عن حلول الكرة باتجاه سلايم تسديدة لكنها في يد الحارس. حلوة اللقطة الماضية الكرة والتسديدة من سلايم
هذه الفرصة. صاروخي مانيرا، كريستيانو تسديدة بعيدة جدا على مرمى مارسيلو، وإلى ضربة مرمى يا كريستيانو. ضربة مرمى كرة كريستيانو رونالدو الأخيرة. رونالدو ومحاولة اختراق الدفاع وتغطية في اللحظة الأخيرة من الدفاع النصر. وأكبر الكرة العرضية خطيرة بالرأس، يا إلهي مش ممكن اللقطة. الله على جديد روما كرة العادة. شوف العبود شوف الدفاع تدخل في اللحظة الأخيرة. بابا مسعود مرة ثانية، بابا مسعود خطأ عليه في هذه اللقطة. خطأ عليه حكم كونان عنده مساحة، وكونان تمرير المين شطة يحافظ على كورته حلوة باتجاه رومارينيو. وكرة روما من لها غير روما يا عميد. لا جديد يا عميد، لا جديد. روما وشباك النصر، روما ومباريات النصر. الهدف الأول في القمة. روما لقد خطفها، عدى بمهارة أخرى. النجعي داخل المنطقة يحاول يمر لكريستيانو، يا إلهي مش ممكن يا جرويب. لقطة ولا أروع يا صاروخي مانيرا. عندي هنا 2 كوب دقيق، بحط عليهم معلقتين كبار من النشا، بعد كده عندي معلقة كبيرة من السكر، وكمان كيس من البيكنج باودر، ودول كيسين من الفانيليا. وبقلب المكونات دي مع بعض. دي مية عادية من الحنفية بضيفها بالتدريج على الخليط الجاف. دي ذرة الملح اللي انا نسيتها في اول الفيديو. بكمل ان انا اضيف المية واقلب لحد ما بوصل للقوام اللي محتاجينه. ده قوام الخليط، بيبقى عامل زي قوام الكيك، لا خفيف ولا تقيل. عندي هنا ازازة من ازايز المستردة، انا هملأ الخليط بتاعي فيها وبعدين هستخدمه في التشكيل. عندي هنا زيت سخن لكن مش مغلي، بشكل وحدات المشبك فيه في شكل دواير متداخلة عشان تبقى قطعة المشبك الواحدة متماسكة بعد ما بتتقلي. هقلي المشبك في الزيت، ما بياخدش على كل جنب 2-3 دقايق. عندي هنا شربات بارد عبارة عن 3 كوب من السكر وكوب ونص من المية ونص ليمونة كبيرة، وبقلبهم مع بعض على البارد وبعدين برفعهم على النار. وبعد ما بيغلوا بحوالي 5 دقايق بضيف عليهم كيس من الفانيليا واسيبه يغلي 2 دقايق وبعدين اطفي النار وبعدين اسيبه يبرد خالص، وممكن كمان احطه في التلاجة. بعدين بحطه في الشربات البارد، يدوب بقلبه في الشربات على الجنبين، ما بياخدش ثواني، وبعدين برفعه بحطه في مصفى تكون مصفى واسعة. دي كمية المشبك اللي احنا عملناها من 2 كوب من الدقيق، طعمها خطير وتجنن.